صحي وصبح يا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. تيجي عايز قد ايه سكر يا حاج؟ انت اكلت ولا لا؟ كل يا حبيبي. ايوه انا اكلت اهو. لا مش قادر خلاص كده. حط لي معلقتين وخلي الشاي يكون خفيف شويه مش تتقليه. وانت يا حاج وانت قد ايه يا حبيبتي؟ اعملي لي كوبايه زي ابني بالظبط، زي ما هو عايز اعملي لي ماشي. وانت كمان اعملي لي كوبايه، وقومي كده شوفي هناء بتعمل ايه وبيعملوا ايه حاجات في الدار، عشان انا مش قادره خالص. حاضر حاضر يا حاج. بقول لك ايه يا حاج، انا كنت عايز اسالك على حاجه كده. هو العريس اللي جاي الهناء مش كلمك خالص، ولا حتى يعني رفع سماعه التليفون، ولا قال لك يعني انتم موافقين ولا مش موافقين؟ طب جاي ولا مش جاي؟ يعني ما فيش اي سؤال كده؟ تصدقي يا بنتي يا ام هناء خدتيها من نفوخي. كنت لسه هقول ما فيش اي حاجه ولا اي اخبار كده يا حبيبي. يعني انت قلت لي اخر مره ان انت يعني هو مستنيك تكلمه في التليفون، ما كلمتهوش ليه؟ عيب 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 يا ابني. كلمهم وقول لهم خلاص احنا يعني كان ورانا حاجات وقضيناها. كلم الواد عشان يعني ما يفهمش حاجه عيب. ايوه يا عم اكيد هكلمه، يعني هو اساسا مستني التليفون بتاعي. هو كلمني اخر مره وقلت له معلش يا ابراهيم السواق بتاع سعاد واخد كل وقتيني وكل تفكيرنا كمان، فقال لي ما فيش مشكله والواد يعني قدر يعني اللي احنا فيه. حاضر هكلمه. قومي بقى يا ام هناء، معلش انا صحيت هناء وقلت لي عندنا هدوم كتير عايزه تتغسل. قومي لها كده، قومي لها وخليها تشوف اللي وراها. حاضر حاضر يا حاج، حاضر هقوم اهو. أصل الكسل طبعا حلوة وطلع حلوة وكسلية، وقبل ما اخدك عشت اسمي معرفش اطبخ ملوخية، ولا يوم عزلت في صحون ولا حتى براد شاي، ولا اعرف الكمون بيغربلوا ازاي. اتمني على عزة ربيت واسأل عليا، لو كنت اعرف شغل البيت كان من عينيا. الشعر او انا شعرت عليك. قفلت ليه يا اخوي؟ قفلت ليه؟ ايوه لازم اسمع الواد حسن الاغنيه دي واقول له ان انا عمري ما طبخت ملوخيه ولا حتى غسلت صحون. ما غسلت الصحون ده انا طالع عيني في الدار دي اغسل صحون واغسل غسيل كمان. الله يعيني بنتي انا وجع دماغي بسبب صوت الراديو دي. بقول لك ايه، معلش خدي الهدوم دي اغسليها معاك، عشان انا مش هقدر اقعد القعده اللي انت قاعدها دي، مش هقدر خالص. مش هتقدري ليه يا اختي؟ كان قالوا لك يعني نكش الحني على رجلك، فمش هتقدري تقعدي القعده دي. حرام عليك، انا مش قادره. كل دي هدوم هغسلها؟ هو انتوا يا جماعه قالوا لكم الخدامه اللي جابتها ابويا هنا للدار؟ ما تحسوا بيا يا ولاد. انت بتكلميني كده ليه يا بيت؟ بتكلميني كده ليه؟ ما انت عارفه ان مرات ابوكي حامل ومش هقدر اقوم بالحاجات دي. معلش خديها واغسليه، ويعني المفروض عليكي والواجب يعني تطلعي كيدي وتاخدي الهدوم من غير ما اقول لك. وكمان المفروض علي اطلع اخد لك الهدوم من فوق لحد عندك. بقول لك يا جمالات انا ما بحبش الطريقه دي. بصي انا هقوم وجربت اخلص اهو، وبعد كده وباملي ماي وقوم انت بالفم دي. انا مش هغسل غسيل حد، انا تعبان. مش هتغسلي غسيل حد؟ هو انا يا بنتي حد يا بيت؟ ده انا مرات ابوكي وفي مقام امي كمان. طب بصي بقى يا هناء، انا هروح وابعت لك ست ابوهم وهي تقوم بالمشكله دي وتحليها، لانني مش عايزه احط دماغي من دماغي. ايوه صحي كده، روحي نادي ست ابوهم. ايوه اصل انا هخاف ولا هخاف؟ روحي يمشي من قدامي. كمان مش خايفه من ست ابوهم؟ لا انت ما بقيتيش نافعي ولسانك طويل وكده. هقول لست ابوهم وهقول لابوكي كمان.
بقول لك ايه، روحي تقولي لابوي، تقولي لامي، تقولي لست ابوهم مش هغسل لك الفوم، واللي عندك اعمل ايه؟ امشي انجري من قدامي لقوم اجيبك من شعرك. تجيبيني انا من شعري؟ لا ده انت ليكي سلفة عندي تاني. ماشي كاتك داهية تاخدك يا شيخ، من ساعة ما حملتي وانت جرفانة ناقص جرف. اصل الكسل طبع الحلوين، وانا طبعا حلوة وكسلية. كسلية؟ ده انا لو كنت كسلية كانوا ذبحوني زي الخروف. ده انا تعباني وطول النهار اغسل واصاب بين الصحون. اخلصي يا اختي اخلصي واعملي اللي وراكي، هتقعدي كده تكلمي نفسك طول النهار وتغني؟ خلصي انت يا بنتي. انا ايه المشكله يا بنت؟ مزعله مرات ابوك وجايه زعلانه خالص. ايه اللي انت قلتوه لها ده؟ بقول لك يا جدتي انا مش ناقصه جرف، سيبيني في اللي انا فيه. شايفه الهدوم قد ايه ورايا مشاغل. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بجمالات، ولا قلت لها حاجه وهي قالت لي حاجه انا ما شفتهاش اساس. اتكلمي عدل يا بيت، اتكلمي عدل على مرات ابوك. لمي نفسك يا هناء عشان اني اللي هشيل منك وهمد ايدي عليك. ايه انت بتزعلي الناس كلها بلسانك دي؟ اقعدي ساكتي فئه وقولي الحقيقي ان هي شايفاني الهدوم دي حواليا كليه، واعمل فم ورا فم واعمل فم ورا فم لغايه ما تعبت، وجايبه لي طبق الغسيل دي وتقولي اغسلهولي. هو انا ناقصي؟ وكمان مش بادب كده تتكلم معايا، لا بتقولي ده المفروض عليكي اللي تطلعي لحد عندي وتاخدي الهدوم مني وتغسلها لي، فاضل اللي انا هوكلها في بوكيه. وانا مالاني حملت مش حملت انا مالك؟ ايوه ده المطلوب مني. طول ما هي حامل وتعباني تقومي بطلبات الدار، هي كلمه واحده، خلصتي اللي وراكي واعملي الهدوم دي كمان وتعالي لي عشان تقومي ببقيه الطلبات. بقول لكم ايه، انا هاخد هدومي وهطفش من الدار هيني، ومش هتشوفوا لي طريق جره. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، مش هنشوف لك طريق جره. في داهيه يا اختي في داهيه. اتكلمي عيدي، لامسك الشبشب اكسره على دماغك. انت يا بيت خلصي اللي وراكي واحترمي نفسك، وياكي تكلميه بطريقه دي تاني. يا رب صبرني عليه، عشان الوليه دي احطها في دماغي لحد كده ما سماهي واخلص منها. ما تخلص يد الغسيل، هنفضل نغسل فيك طول النهار والليل. اخلص يا اخوي. يا رب انا مش طمعاني غير اجوز البنت هناء وافرح بيه. ربنا يديني الصحه واعمل لهم كل اللي نفسهم فيه وافرح بيها يا رب. ان شاء الله يا حبيبتي تفرحي بيه. انا جاي لك اهو وهقول لك البشرى اللي تفرحك من قلبك يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. قول يا حاج قول وفرحني، الله يبارك لك، فرح قلبي. كلمت العريس شكلك كده؟ ايوه كلمت العريس. ايوه كلمت العريس وقال ان شاء الله جاي بكره بعد صلاه الجمعه هو وابوه. ان شاء الله ربنا يتمم لهم على خير ويفرحك بيه. ايه دي كل ده فطير؟ عامله الفطير ده لمين؟ انا مش بحب الفطير يعني جو. عاملاه مين يا بنتي انت؟ عامله سعاد يا اخوي، اتصلت بي وقالت لي يا امي مش عارفه اخبز في الفرن بتاع البوتاجاز هيني، يعني خبزت لها شويه كده هي وحماتها، يعني ربنا يعينها يا رب، اكيد معاها ابنيه مش عارفه تعمل منه حاجه، فقمت كده واتنشطت وقلت اعمل لها حاجه هي نفسها فيه. ايوه فهمت. ربنا يخليكي ليهم. ماشي يا حبيبتي، انا همشي بقى عشان انا مشغول. عايزه حاجه؟ ايوه يا اخوي، ما انت طول عمرك مشغول عنيني وبتقعد معاني، بس من ساعه ما جمالات عرفت ان هي بقت حامل بقيت مهتم بيه وسايبناني ومطنشني. ماشي يا حاج، لنا حساب مع بعضيني عشان انا شايله منك وزعلانه خالص. والنبي ضحكتني يا بنت انت عبيطه. يعني مين قال لي كده ان انا مش مهتم بيك؟ ده انا بحبك يا ام هناء وانت عارفه اكيد اللي انت الحب الجواني واللي في قلبي دايما. البنت جمالات دي مجرد واحده جايه تجيب لي الولد وخلاص، انا مش عايز غير كده. عشان كده يعني بهتم بيه، وانا بهتم بيها هي. ده انا بهتم باللي بطنيها دي ابني، فلازم اهتم بيه. معلش انا عارف ان انا مقصر معاكي الايام دي، بس ان شاء الله هعوضك. وانت عارفه الحاج كلمته ما بتنزلش الجرد ابدا. بقول لك ايه، كنت عايز اقول لك حاجه قبل ما امشي كده، بس بصي كده حواليكي وشوفي حد شايفنا ولا لا يا بيت. لا يا حبيبي ما حدش شايفني، والنبي شغلتيني في حاجه مهمه. بقول لك ايه، بصي يمين كده، بصي يمين. اهو يا حاج، ما فيش حاجه خالص، وانت بتضحك عليا. ايه رايك بقى؟ يا لهوي عليك يا حاج. اللي انت عملته ده يا حاج كده الناس تتفرج عليني، والنبي كسفتيني خالص. ناس مين يا بيت؟ ده ما فيش حد غيرنا، والشيطان تقليتني. وحشتني يا ام هناء، ربنا يخليكي لي. بقول لك ايه، هروح اشوف المشغولات اللي وراي اقضيه، وبعد كده نيجي نشوف صير في اللي احنا فيه دي. يلا حبيبتي سلام عليكم. ماشي يا حاج، ربنا يخليك ليني ويديك الصحه ويطول لنا في عمرك يا رب. بقول لك ايه، اقول لهناء يعني ان العريس جاي بكره. ايوه طبعا. هو انا بقول لك ليه؟ ايوه قولي لي وخليها كده تتكلم بادب قدامهم عشان مش تحرجني. ماشي، وخليها تلبس كده وتلبس الحتن مع الحبل، الناس كويسه وناس محترمه عشان مش تحرجني معاهم. ماشي، يلا انا همشي بعد.
ماشي. اذنك معاك يا حاج. الله يعينك الله يعينك يا حبيبي ويجويني انا كمان واخلص اللي ورايا دي. هروح بقى انادي البت هناء تيجي تاخد الفطير دي تروح توديه لاختي عشان تلحق جوزها تفطر ولا حاجه. ايه دي؟ ايه اللي جايبكم حواليا هيني؟ عملت لف الدار. روحوا على مكانكم يلا روحوا على مكانكم واسمعوا كلام. كده انا خلصت وعداني العيب. اطلع انام باجي. اطلع انام باجي عشان عايزه انام خالص. بنتي يا ناء انت يا بنت خلصتي؟ ايوه يا ما خلصت الهدوم. كانت كتير قوي ايدي ورجلي وجعوني خالص. انت عايزه حاجه؟ بالله عليكي يا امي مش تطلبي مني حاجه تاني. انا تعبانه وعايزه انام شويه وما اصحى ان شاء الله وشوفي عايزه وانا اعملهولك. معلش يا ناء هو طلب واحد. معلش سعاد اختي كلمتني في التليفون الصبحيه وقالت لي محتاجه فطرتين ومش عارفه تخبيزهم. في حبيبتي البوتاجاز بتاعها دي الفرن بتاعها مش بتعرف تشغله ولا بتعرف تتعامل معاه. معلش انا خبزتلي 4 فطرات و2 فطيري لحماتي عشان حماتها ما تزعلش. معلش عشان مش قادره اروح ولا اجي يا بنتي. معلش يا انا ما تزعليش خديهم. وكمان صحيح ده هي وصتني خالص ان انت اللي تيجي وتروحي توديهم لها عشان هي عايزاك. حاضر يا ام. طب هي مش قالت لك هي يعني محتاجاني في ايه؟ لا تكون عايزاني اعمل لها حاجات في الدار. حرام عليك وحسوا بي. ما سالتهاش والله ما سالتها. بصي معلش خد الفطاير وروحي وديهم لها وقولي لها عايزه امشي عشان ما اتاخرش على امي عشان اقضي لها حاجات في الدار وارجعي على طول. معلش حاضر يا ام. روحي جهزيهم كده وحطهم في القفص وانا هطلع اغير كده هدومي وانزل. ماشي يا حبيبتي ما تاخريش يعني عشان تلحقي تروحي وترجعي قبل يا حبيبتي ملي لي ليل كده علينا. ماشي يا طاري. سعاد عايزاني في دماغي شغلتني خالص. هطلع البس كده ونشوف الموضوع دي. يلا يا بنتي انا يلا يا بنت جهزتلك الحاجه كل ده بتلبسي يا بنتي. خلاص يا بنت عريسك لسه هيجي بكره يا هبلي مش النهارده. عريس مين دي يا ام؟ عريس مين ده يا حبيبتي؟ انا جيت لك اهو. مين ده اللي جاي بكره يا بنتي؟ براهين اللي كان بيكلم ابوكي يعني من شهر كده يعني كان مستعجل وبعد كده قلنا له اما نخلص اللي وراني وحاجتني وحاجه البنت سعاد اختك وخبر المفعوصي البنت جمالات ان هي حامل فخد من وقتنا يعني. فابوكي كلمه وقال ان شاء الله بكره بعد صلاه الجمعه جايين. حد قال له يا ام اللي انا يعني ميتها في دباديبه عشان يجي يتقدم لي؟ هو انا اعرفه ولا هو يعرفني؟ ايه القرف دي؟ انا مش عايزه اتجوز. مش عارفه اشمعنى ده اللي دخل في دماغكم يعني وموافقين عليه كده. انا مش عايزه اتجوز يعني. بنتي انا ما تخلينيش اتعصب عليك. شيلي القفص يالي وامشي روحي على اختك والموضوع دي نشوفه بكره ان شاء الله. اما تشوفي الواد كده وتشوفي كلامه ونشوف هنتفق على ايه وساعتها تقولي لا ولا موافقه ولا مش موافقه. احنا موافقين. يلا يا بنت شيلي القفص كده وامشي من قدامي عشان مش طايقاكي في الكلام اللي بتقولي دي. مش طايقاني؟ ماشي يا ام سعاد. ماشي اللي هبلاني وهتخليني بجد اطفش من الدار. هي مش كلمه وخلاص شكلي هعمل. قلتلك شيلي القفص وامشي الاحسن هطلع البولغي وانزلها على دماغك. امشي يا بنت نجري. حاجه بقت مقرفه قوي والواحد مش عايز يعيش معاهم كل حاجه بالعافيه. انا همشي بقى. انا تعبت خالص من الشيء. انا اقف كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مين دي يا اولاد؟ انا حاسه ان انا شفتها قبل كده بس دي ست كبيره. هي عامله في نفسها دي. ايه القرف اللي هي عاملاه دي؟ ده انا اصغر منها بكتير مش عامله كده في نفسي. النسوان الفجر دي انا ماري. يا سعاد افتحي يا بنتي مش قادره اقف اكتر من كده. حرام عليك يا سعاد. ايوه افتح. منوراني انا. ربنا يخليكي ليا يا اخي. طب نزلي القفص دي مادام حاطاها فوق نافوخك. مالك يا بنت انت بصلي ليه كده؟ كل دي عشان طلبتي فطرتين؟ لا يا سعاد انا بس تعبانه شويه. عملت الغسيل كله وفم ورا فم لحد ما تعبت خالص فحقت علي وكمان شلت القفص دي وجاي مش قادره اقف في حيتي ولا عارفه اقعد ولا عارفه امشي. تعبانه خالص. معلش انا استاذنك باجي عشان عايزه انام. ماشي انا شفت لك الحاجه اهي. عايزه حاجه يا حبيبتي تاني؟ عايزاكي جميلي يا هناء. ربنا يخليكي لي يا حبيبتي. بس انا يعني عايزه اقول لك حاجه. هو انا ناقصه فطير؟ انا عندي فطير قد كده وحماتي بعتلي كمان. ده انا اللي قلت لامي كده عشان انا عايزاني. ما انا شكيت في كده. عايزاني في ايه الموضوع اللي تجيبيني كده على ملا وشي وانا تعبان؟ ده موضوع كبير وكبير قوي ولازم تقعدي وتفكري كده معاي احنا نعمل كبير وكمان اقعد. ايوه ده شكله خطير قوي. قولي يا سعاد ما تهزريش. مش بهزر والله بكلمك عن جد. طب اقعدي هتفضلي واقفه كده سامعاني؟ اهو يا ستي رفعت لك القفص. اقعدي انت وفهميني. انا مش عايزه اقعد.
انا دماغي وجعاني وعايزه افهم في ايه وايه الموضوع الكبير اللي انت جايباني عليه. قولي بقى دماغي وجعتني من التفكير. في يا سعاد قولي لي. بصي انا فكرت في الموضوع دي قبل ما افتحه معاكي، بس يعني خدت قرار كده وقلت ما ينفعش اللي انا مش هفتحه معاكي، لازم افهمك ما انت اختي، ولازم يعني افطمك على كل حاجه. تفطميني على ايه؟ في يا سعاد في ايه؟ والله هعيط ومش هقدر كده. في ايه؟ كملي وقول. تعيطي ايه يا هناء؟ ده شغل عيال كده يا بيت، ده انت لسه مش سمعتي حاجه. بصي يا هناء، انا بصراحه سمعت حماتي وهي بتتخانق مع حسن وهي مش عايزاكي بصراحه كده، هي مش عايزاكي، وحسن فضل بصراحه عشان شهاده قدام ربنا يتخانق مع ابوه ويتخانق مع امه ومكرر خالص وبيحبك، بس هما مش عايزيني، وهو عمره ما هيجي يتجوزك من غير رضاه، وهو قال هياخد هدومه وهيطفش من الدار ومن البلد كلها، فما تحطيش يا بنتي مستقبلك عليه وما تقلليش من نفسك اكتر من كده يا ناء. طب هي مش عايزاني ليه يا سعاد؟ ده انا حتى ما جات الدار عملتها حلو خالص وعمري ما رفعت لساني عليه. مش عايزاني ليه؟ انا بحب حسن ومش عارفه انساه خالص، حاولت انساه وابعد عنه، مش قادره خالص يا سعاد. معلش ما انت فكري كده، هو عمره مش هيقدر يتجوزك من غير موافقته، فهتقعدي كده يجيلك عريس وترفضيه وتوقفي مستقبلك عليه هابل، وهو مش هيقدر يعمل حاجه من غير ابوه وامه. مش هو يعني ان هو تاجر زي اللي جايلك دي حاجه حلوه يقدر يبني نفسه ويصرف عليكي ويعيشك ملكه كده في بيتك؟ لا، ده بياخد باليوميه، ما بيشتغل مع ابوه في الارض بيديله باليوميه. اللي جايلك ده كويس يا هناء، وافقي عليه يا بنتي وابدأي كده مستقبل حلو ليكي ولعيالك. فكري فيها هناء، وانا قلت لك اهو، انا ما رضيتش اقول لك عشان ما تزعليش، بس لازم اقول لك وافطمك على كل حاجه. فكري كده وشوفي عايزه تعملي ايه. ماشي يا سعاد، سيبيني افكر في الموضوع وادرسه كده في دماغي واقرر انا عايزه ايه. انا همشي بقى عشان انا تعبت. سلام عليكم. ماشي يا هناء، سلمي لي على ابوي وامي وقولي لهم اللي هم وحشوني، وربنا يختار لك كده الخير ويقدر لك الخير يا رب، ونفرح بيكي يا هناء. انا عارفه ان انت غلبانه ولسان وخلاص، وعمرك ما هتقدري تيجي جنب لسان حماتي ولا تعرفي تتعاملي معاه. ربنا يقدر لك الخير. عسل يا حاج عسل. ايوه زي ما بقول لك كده، نسوان فاجر راحت اتجوزت وخلعت جوزي وهو مش حاسس. يا لو يا حاجي، ده الدنيا اتمدنت يا اختي، يعني الواحد تقدر تخلع جوزي من غير ما هو يعرف كمان؟ لا اله الا الله، ربنا يطلعنا منها على خير يا اخي. بقول لك ايه يا ام هناء، ما فين البت هناء؟ مش سامعه احسيها كده ولا في الدار ولا فوق ولا في اي حته، هي راحت فين البت دي؟ ايوه البنت هناء راحت لاختها سعاد اتصلت بي وقالت لي يا امي محتاجه فطرتين تخبزهم لي كده، نفسها تاكلهم يا حبيبتي ومش عارفه تتعامل مع البوتاجاز بتاعها، ما انت عارفه بقى الايام دي يعني الحاجات دي حديثه مش بتعرف تتعامل معاها، فغبست لها فطرتين وقلت لهناء تروح تودهم لي. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ليه يعني هي مش بتيجي كده ليه من ساعه ما مشيت؟ واتصل بيا وقولي لها تعالي يا سعاد انت وابنك كده عايزين نشوف. حاضر يا حاجه، هقول لها والله. اهدي انت واقفه ليا كده يا بيت، قولي سلام عليكم ولا زيك يا جدتي ولا اي حاجه، واقفه كده زي الحمار. في يا بنتي بتبص لنا كده ليه؟ صحيح في يا بنتي هناء بص لنا دي كده، يعني قولي سلام عليكم حتى. في يا بنت اصل حاسس ان انتوا بتتكلموا عليا فانا دخلت كده عشان اكفشكم. نتكلم عليكي في ايه يا هبله انت؟ نتكلم عليكي في ايه؟ يعني مثلا كده على العريس اللي جاي بكره انظامه، عشان انا شكلي كده مش نازله ومش هقابل حد. ايه اخس عليكي يا ام هناء، بقالي ساعه قاعده معاكي ومش تقولي لي ان العريس جاي بكره؟ والله مش قصدي حاجه يا حاجه، والله ده الراجل كلم الحاج الصبح وقالوا ان هو جاي بكره بعد صلاه الجمعه، وانا خدت معاكي كده في الكلام بقالي ساعه. والله قعدتك دي محدش يشيب مني، وانت تقول لك خالص وانت ليه ناظري مش عايزه تنزلي تقابليه؟ هو مزاجك يا بيت، الواد كويس وابوكي يعني بيشكر فيه وبيشكر في ابوه. عيب يا هناء بتقصري من راس ابوك ان الناس تكون جايه للدار وانت ما تنزليش. انت يا بيت انا مش بحبك من صغرك عشان مش بتسمعي كلام، اسمعي كلامي بقى وافهمي ان احنا نحب يعني مصلحتك، مش هنتكلم معاكي وخلاص. ماشي يا جدتي، بس انا مش بحبه خالص، مش عارفه اقول لكم ايه. مش عايزينك تقولي اي حاجه، تسمعي الكلام يا حبيبتي وتسمعي كلامنا كده وتعرفي ان احنا مش هنيجي على مصلحتك يعني بجنيه، وتسمعي كلام يا هناء. خليكي حلوه يا بنتي، ما فيش حاجه يا بنتي اسمها حب، في حاجه ان انت تتجوزي واحد يصرف عليك وما تيجي عيالك كده يصرف عليهم ويخلوهم حلوين، مش تجيبي واحد مش معاه شغل ولا شغلانه وماشي وروم ولا بو. ايه دي يعني؟ انا افهم كده يا اولاد ان هناء في دماغها حد تاني؟ ده يبقى نهارها ايه؟ لا طبعا مش في دماغي حد اساسا، انا عايزه اقعد جنب امي هيني ومش عايزه اتجوز. بشوف الخناقات بتاعت سعاد وجوزها يعني نفسي بتتقفل كده ومش عايزه اتجوز.
لا لا يا حبيبتي، مش كل الناس زي بعضيه. الناس يعني كل واحد ليه دماغه وليه عقلانيته وليه لسانه وليه دماغه وليه تفكيره، وكل واحد ليه دماغ يا حبيبتي وليه اسلوب وطريقه وكمان تربيه كمان. فان شاء الله ربنا يقدم لك اللي في الخير، وان شاء الله خير يا بنتي. يعني استبشري خير كده، الواد شريكي وعايز. ايوه صح، صدقت يا هناء، كل واحد وليه تربيه وليه اسلوب يا بنتي. ربنا يهديك، اسمعي الكلام يا هناء، وقابلي الناس بكره وقابليهم يا بنتي يعني بوش سمح كده، وان شاء الله خير. حاضر، يعني انتم مصرين؟ ماشي بقى، انا همشي، هطلع انام عشان انا تعبان. ربنا يهديك يا هناء، ربنا يهديك يا بنتي، دماغك دي هتوديكي في داهيه. ربنا يهديه، ادعي لها يا حاجه. ربنا يهديها لك، ربنا يهديها لك ويحفظك، وان شاء الله ربنا يكملها على خير. ربنا يعادي الليله بتاعت بكره دي على خير، ويا رب لو انت كاتب لي فيها الخير قدم لي الخير يا رب، ولو هي شر ابعدوا عني، انا مش ناقصي، كفايه قلبي اللي مكسور دي. هنام واتخيم. يا حاج، حد يغير المحطه دي، النهارده الجمعه يا ولاد حرام، شغلوا كده يعني قراءه القران ولا حاجه. ايوه يا حاج، انا قفلته خالص. ايوه حاضر، هجيب القران. تعالى هنا، انا هنا اهو. ايوه كده، صباح الخير. يعني مش قلت لك كذا مره يا هناء ان البخور دي بيتعب لي صدري؟ يا حبيبتي بخري البيت، بخري الدار، مش تبخرين انا مش بقدر خالص، صدري بيوجعني. حطي بس كده على جنب وفهميني، كلمت البيت هناء ولا لا؟ ايوه يا اخوي، قلت لي وهي مرحبه بيهم خالص، وقالت ابوي اللي هو شايفه يعمله وهي موافقه. طيب يا حبيبتي، على خير ان شاء الله، ربنا يكملها على خير. ماشي، انا اروح باجي اصلي مع الناس صلاه الجمعه، وهم هيجوا يصلوا معاي، العريس وابوه، وان شاء الله بعد صلاه الجمعه هيجوا معاي. قولي لها بقى، يلا سلام عليكم. حاضر يا اخويا، هقول لها. بص البت بتجري ازاي اول ما شافتني. انت يا بنتي انا قومي. عايزه ايه يا عم؟ طلع لي لحد هنا كمان، ما تسيبيني في حالي يا بنتي يا هابلي. عايزه اقول لك ان ابوكي قال لي الناس جايه بعد صلاه الجمعه على طول، فطلع اقول لك جهازي انا غلطاني. ماشي هنا، والله بعد صلاه الجمعه على طول، هم مستعجلين لي على خبيتهم عشان هيجوا ويترفضوا كمان. امشي يا عم، سيبيني في حالي. يترفضوا؟ والله شكلك عبيطي وهابلي، هتفضلي كده عبيطي ومش فاهمه مصلحتك فين. مصلحتك مع ده، مع مصلحتك مع العريس ده يا هناء، مش مع حسن اللي انت دايما في دباديبه. وانت فاكره يا بنتي ان امك نايمه على ودنيه؟ ده انا عارفه كل حاجه. حسن مين ده يا عم؟ اللي انت بتقوليه دي انا مش واخده بالي. ايوه مش واخده بالك. فاكره امك عبيطي؟ ده انت اللي عبيطه وهبله يا بنت. فاكره امك مش واخده بالها يا بنتي من اللي بيحصل ده؟ فاهمه كل حاجه، وفاهمه التليفونات بتاعت نص الليل، بسمعك يا بنت. بس بقول يعني هتستنصح كده وهتفهم ان الواد لحد دلوقتي مش شاريها ولا جيه يا بنتي. ده انت كل حاجه واحساسك كده ونظراتك بنت في السبوع بتاع اختك سعاد. يا هناء اسمعي كلام امك، الواد دي مش شريكي ولا بيحبك، اما الواد دي اللي جاي لك دي ابن كار وبتاع سوق وكمان بيشتغل ومعاه فلوس ويقدر يصرف عليك. اسمعي الكلام بتاع امك، انا ما قدرتش اقول لحد، انا بقول لك اهو في وشك اللي انا فاهمه كل حاجه. يا لهوي يا اما، انت عارفه كل حاجه وعامله نفسك عبيطه. ماشي يا اما ماشي، انا بقى مش هحكي لك حاجه ما دام انت تفضلي تستنطي عليا كده. براحتك يا هناء، اهم حاجه جهازي كده قبل ما ممكن ما يجي. طب بقول لك ايه، عايزه اقول لك حاجه، انا مش بحبه يام، انا بحب حسن. مش قادره يام، مش قادره ادوس على قلبي. طب هو طلع عيفش ومش بيحبني ومش شاريني، انا اعمل ايه؟ انا بحبه. ربنا يكسر قلبه زي ما كسر قلبك كده يا هناء، وزعلي كل زعل ده يا بنت. ما تزعليش، اهم حاجه تشوفي الناس وتتكلمي معاها واستخيري ربنا كده، وربنا يقدم اللي فيه الخير. قومي بقى جهازي عشان الناس زمانها جاي. حاضر يام، اللي انت عايزاه انا هعملهولك. ايوه صح، والله كلامك كله حكم يا حاج. وانت بقى يا ابراهيم، عندك يا حبيبي كام سنه؟ عندي 22 سنة يا حاج، بس طول عمري شغال في السوق وطالع عيني والله، وباكل من على جبالي. ايوه انا عارف يا ابراهيم، يعني انا مش عارفكم، يعني ربنا يديك الصحه يا حبيبي ويفرحك كده ويكملك على خير. ودي طريقتي مع عيالي كلهم يا حاج، بخليهم يشتغلوا في السوق ويطلع عينهم كده، مش عشان يعني اني مش بقدر يعني اشيل مسؤوليته، لا خالص. انت عارف ان انا يعني راجل تاجر من زمان قوي ومش قليل في السوق، بس عيالي عايزهم يعني يبقى لهم جيس ويشيلوا مسؤوليه نفسهم وبيتهم. فهمني يا حاج؟ ايوه فاهم يا حبيبي، ربنا يخليك ليهم ويفرحك بيه. طب بقول لكم يا جماعه، تعالوا بقى نكمل الكلام دي في الدار عندي، يلا عشان الناس هناك مستنيين.
ماشي ماشي يا حاج، هنقوم معاك اهو. يا ابراهيم اتصل بعميتك وخلاها تسبقنا على الدار، عشان هي يعني اتصلت بيا كتير وانا بصلي وما عرفتش ارد عليه. حاضر حاضر ياب، هكلمها لك وافهمها كل حاجه. حاضر. معلش يا حاج دقيقه، اكيد عايز اقول لك حاجه. وقفت ليه ياب؟ وقفت ليه؟ في حاجه يا حبيبي؟ ايوه يا ابني، عايز افهم الحاج حاج، يعني عشان يبقى فاهم كده، ويعني ما يكونش يعني فهمنا غلط. يعني قصدي يعني يا حاج اني مش عشان انا محمل يعني ابني المسؤوليه يبقى انا مش هقوم معاه بحاج، لا ده انا اللي هعمل كل حاجه، وهقوم بكل حاجه تحت ايدي لحد ما اطلعي اجمل حاجه وتعجبك كمان. ايوه يا حاج، ايوه انا عارف طبعا، ربنا يخليهولك. وانا مش عايز حاجه، انا بشتري راجل لبنتي، انا مش محتاج حاجه يا حاج، وده عشان فيك انك تشتريني، واحنا هنقدم لك اللي انت عايزه واللي انت مش عايزه كمان، لان انا مهما هعمل معلش يعني انا مش هعمل لبنتك، انا بعمل لابني وهعمل له احسن حاجه، وكمان عشان بنتك يعني بنت الحاج الكبير كبير البلد، اكتر حاجه هعملها لابني واجمل كمان هعملها لبنتك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا حاج. تعالى بقى نكمل كلامني، مش هنفضل كده واقفين يا جماعه نتكلم في الشارع. يلا يلا يا حبيبي، منورين يا جماعه، يا رب كده نتجمع في الخير داي. اللهم امين، اللهم امين يا حاج، ربنا يفرحك بيها يا حبيبي. منور يا عريس، منور. ربنا يخليك يا حاج، انت اللي منوره والله. منوره والله يا ام فاطمه، والله انت عارف ان انا بحبك، صح ولا لا؟ ربنا يخليكي يا حاج، ربنا يخليكي يا قلبي. يعني احنا مبسوطين قوي قوي والله، ومستنيين كده هنا توافق بيني عشان يعني الموضوع كده يكمل على خير. ومش توافق ليه يا حبيبتي؟ هو انتوا قليلين؟ ده كفايه كده سمعتكم في البلد، ربنا يديكم الصحه ويخلي لكم الحاج. ربنا يخليك يا حاج، وده يعني عشاننا فيكم ان انتوا يعني توافقوا عليني ونناسب الحاج عبد الله كبير البلد وست ابوهم الست الكومن اللي زي العسل. زي العسل؟ ولا انت اللي زي العسل؟ يا ام هناء يا ام هناء، هاتوا شربات يا ام هناء. السلام عليكم، منورين يا جماعه. حاضر يا حاج، هناء بتجهز كيدي ونازلي، حاضر هنجيب الشربات. منور يا عريس، منور يا ابراهيم. الله يخليك الله يخليك يا ام، ربنا يخليك يا رب. تعرفي بقى ان انا بحب الجو قوي. ايوه انا عارفه ان انت بتحبيني وانا بحبك والله، ربنا يكملك على خير وافرح بيك. اللهم امين، ربنا يسمع منك يا ام هناء. عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشاني. الحمد لله بخير والله، يعني انا فرحانه قوي يعني بلمتنا دي، وربنا كده يجمعنا في الخير دايما ويكملها على خير ونفرح بقى. منورانا يا ام فاطمه ومنورانا انت والحاج كمان. الله يبارك لك، شكرا. اهدي انت واقفه ليه كده يا بنتي؟ انا مش جبت الشربات ليه يا حبيبتي؟ ما انا حطاهولك جوه. وايه الجمال دي؟ الله اكبر، ايه الجمال دي يا بنت؟ جبت الجلابيه الحلوه دي منين؟ جبتها من بقى صاحبتي يا ام. حلو عليها بجد، جميله خالص، الله اكبر. ايوه كده يا هناء، فوقي كده لنفسك وصحصاحي. انا اروح بقى اجيب لك الشربات ماشي يا ام. صينيه الشربات هي هناء، خش بقى بيه واوعي توجعي عشان البتاع ده طويل، الفستان دي اللي انت لابساه دي طويل، اوعي توجعي بيه. ماشي يا حبيبتي؟ حاضر يا ام، اللي انت عايزاه انا هعملهولك عشان اريحكم مني وترتاح. ماشي يا هناء، ربنا يهديكي ليكي ولنفسك مش لينا احنا. ماشي يا هناء، خدي بقى وخش. مش كنت لحقت حطيت لهم سيم وخلصت منهم؟ ده عبيطي وهبلي صحيح. بتقولي يا بيت؟ بتقولي يا خش يا بيت وخلاص يا بيت. حاضر يا عم، داخله اهو يا اختي. السلام عليكم، انا جيت اهو يابا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على كامل النور. انت يا واد، هي دي عروستك يا؟ ايوه ياب، هو مين اللي هيخش يعني بالشربات؟ والنبي ضحكتيني. ايه الجمال ده يا بنتي يا هناء؟ ادخلي يا هناء، حطي يا حبيبتي الشربات هنا يشربوا. اشرب يا حاج، اشرب يا ام فاطمه، اشرب يا عريس، ربنا يكمل لكم على خير. جيت يا هناء؟ طيب اشربوا يا حبايب، اشربوا الشربات دي اللي عامله هناء بنفسه، يعني تسلم ايديه، عامله جمال. اشربوا وافرحوا كده، ما شاء الله، الله اكبر. اقعدي يا هناء، مش عايزه تقعدي ليه يا حبيبتي؟ اقعدي معاني شويه. معلش يا ام فاطمه، يعني عشان مكسوفه شويه بس مش هقدر اقعد. معلش يابا، انا استاذن بقى. ماشي يا هناء، روح يا حبيبتي. لا استني، معلش يا حاج، بس عايز استاذن منك في حاجه. هقول بس كلمتين لهناء، يعني بموافقتك طبعا. ايوه يا ابني، اتفضل يا حبيبي اتفضل. ما انت عايز تقول ايه؟ يعني؟ ما انا هقول لك اهو، عايز اقول لك اني شريك وهجيب لك كل اللي انت عايزاه، واللي انت عايزاه قوليه قدام ابوك وامك واهلك مع بعض اهو قاعدين. كل حاجه انت عايزاها تحت رجليك، قولي ايه طلباتك. عارف انا بقول لك كده ليه؟ عشان يعني ما حدش عارف اللي حصل بينا في السوق غير امك طبعا، فطبعا يعني حسيت كده ان انت مش قبلاني،
يعني جاي ياخد موافقتك قدام ابوك وامك، عشان يعني لو موافقه اقوم يا بنتي يعني بقيت الحاجات اللي ناقصاني. يا لهو عليك يا ابراهيم، انت لسه فاكر؟ لا يا حبيبي، يعني عايزه اقول لك يعني ما ينفعش الموافقه كده واحنا قاعدين، يعني المفروض تصلي صلاه استخاري وتستخير ربنا يعني، وبعد كده رد عليك. معلش يعني هي مش هتقدر ترد كده على طول. معلش يا امي، عايزه كده يعني هقطع كلامك في حاجه. انا هصلي صلاه الاستخاره وهشوف نتيجتها يعني. بس عايز اسال سؤال لابراهيم، انت تقدر تجيب لي 4 غوايش دهب وختمين وديب لو حلق؟ وكمان مش عايزه شقق ايجار، انا عايزه الشقه بتاعتي تكون تمليك بتاعتي انا وبس. وكمان مش عايزه اقعد في بيت العيله، انا عايزه اقعد بره. دي حاجه تناسبك يا ابن الناس ولا مش تناسبك؟ ايوه يا بنتي، بس انا بني الدار بتاعتي وكلها شقق لعيالي، ازاي ابني يعني مش يتجوز فيه وفي الاخر بعد ما اتعب كده ويطلع عيني في الشقق اللي انا عملتها دي، وفي الاخر يتجوز بره اللي انت بتقوليه دي؟ معلش يابا انا هقطع بس ايه يعني كلامك كده، هنتكلم في الموضوع ده بعدين. ايوه يا انا موافق على كل حاجه انت عايزاها. عايزه تقعدي بري نقعد. ليه كده يا ما فيش حد يا حبيبتي في بيت العيله، انا بس اللي موجوده، انا والبنت فاطمه وباقي اخواته ولسه ما اتجوزوش. ليه يا بنتي ايه اللي مضايقك في بيت العيله؟ معلش يا جماعه، ده شرطي وشرطي نور يعني، عشان اقدر كده افكر واقول يعني موافقه ولا مش موافقه. هل بقى ده يناسبك؟ وبسألك تاني اهو، هل ده يناسبك يا ابن الناس؟ وانا بقول لك للمره الثانيه والثالثه والرابعه كمان، ايوه يناسبني واللي انت عايزاه هجيبهولك. بصراحه عداك العيب يا ابني، عداك العيب. خلاص يا هناء، كفايه كلام يا حبيبتي، يلا روحي انت بقى. ماشي يابا، يلا سلام عليكم. اشربوا يا جماعه، انا لازم يعني اديكم كده كل واحد في ايده. اشرب يا مفاضل. وبعدين يا حاج، انا بصراحه مش عاجبني الشرط دي. ايه اللي بنتك بتقوله دي؟ بيت عيلي وايه مش بيت عيلي؟ هو انا باني الدار وطالع عيني عشان يعني يجي ابني مش يتجوز في الاخر فيه؟ لا بصراحه انا مش راضي على الشرط ده يا ابراهيم. سيبها على الله يابا واشرب الشربات واسكت، انت اللي هتبوظ الجواز انا عارف. يبوظ الجوازه ليه يا ابني؟ ما راجل زي الفل اهو، هو قال حاجه هو بيقول راجل يعني ان شاء الله خير وربنا يقدم الخير ان شاء الله. واحنا هنتكلم مع هناء يعني في الحته دي تاني، هنتكلم معاها حاضر. اصل يا هناء يعني ما فيش حد يعني في بيت العيله كتير، ده انا والبنت فاطمه، حتى اخواته الصبيان لسه ما اتجوزوش عشان يعني يبقى فيها ضراير. مش عارفه بصراحه الموضوع ده مش داخل دماغي، احنا تعبنا في الدار انا واخوي عشان نجوز العيال فين. الموضوع دي بصراحه زعلني خالص من هناء. والله انا هتكلم فيه تاني معاه وافهمه ان شاء الله خير. تصلي بس صلاه الاستخاري وربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. ان شاء الله. وطبعا يا جماعه انا سبتوهم وجيت لكم انتوا عارفين كويس ان انا باخد رايكم في كل حاجه وبتكلم معاكم كتير قوي يا جماعه. ايه رايكم في العريس؟ دي اول حاجه. وتاني حاجه، حسن وحشني قوي، وهل هو يستاهل الحب اللي جوايا دي ولا لا؟ يعني حسب كده ان هو برضو يعني هيتضايق لو هو عارف ان انا اتخطبت او اتجوزت حد غيره. يعني ده اللي شغيل بالي ومزعلني خالص. اتجوز يا جماعه ابراهيم حسن هو شاريني ومتقبل كلامي كده وشكله هيحبني وانا هحبه، بس انا برضو بحب حسن. يعني انتوا لو بدالي تاخدوا اللي شريكه ولا يقدر يصرف علي وعلى داري وعيالي، ولا اخد اللي بحبه عشان اعرف اعيش معاه؟ قولوا لي يا جماعه رايكم، واللي انتوا هتقولوه انا هعمله، مش هفكر في حاجه تاني. ما تنسوش باقي تعملوا لي لايكات وكومنتات. وانا عارفه ان انا اخرت عليكم الحلقه بتاعه النهارده، ويعني كنت تعبانه وكنت بعافيه شويه. ماشي يا حبايب، ما تنسوش التعليقات الجميله وتقولوا لي الف سلامه. يلا سلام عليكم.